السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وملفات جرائم مغربية. وبدون إطالة عليكم مشاهدينا الكرام، وكالعادة ندخل في تفاصيل وأطوار جريمة اليوم. في سنة 2008 بمدينة مراكش، واحد الصباح مع ديك 12 ديال النهار، جا واحد السيد عند الدرك الملكي كيقول لي: مودي انا عندي واحد الارض ورثتها على الام ديالي، وما بقيتش جيت ليها دابا تقريبا واحد عام، حيت انا خدام وساكن في مدينه الدار البيضاء. واليوم فاش جيت لهاد الارض ديالي لقيت فيها جثه ديال انسان محروقه. هنا انتقلوا مع الدرك الملكي لهاد الارض ديالو، كيلقاو عنده تقريبا واحد 1500 متر مدور بها السور، تقريبا على ارتفاع متر ونص. دخلوا الدرك الملكي مع الباب وتوجهوا للمكان اللي فيه الجثه، كيلقاو بالفعل كاينه جثه انسان محروقه وما تبقى فيها غير العظام. هنا تخبرات النيابه العامه بالامر، بحسب ما ذكر السي عبد الغني متوكل في هذه المسطره، كيقول بان نائب وكيل الملك جاب نفسه حضر المعاينات في مكان الحادث. وفي محضر المعاينات بمكان الحادث كيلقاو فريق مسرح الجريمه وسط هذاك الرماد واحد الطرف ديال الحزام السروال ما تحرقش. هاد الحزام ديال السروال او سنطه السروال فيه واحد الدرابو، في هذاك الحديده ديالو فيه هذاك الدرابو ديال امريكا. وهنا نقلوا الدرك الملكي هذوك العظام المستودع الاموات من اجل اجراء خبره التشريح الطبي على هاد العظام. ولكن واحد القضيه انتبهوا لها الدرك الملكي، هي ان هذاك الباب اللي كيدخلوا منه لهذيك الارضيه ما لقاوش فيه اثار الكسر، وبان مول الارض لما جاو معاه الدرك الملكي هو اللي حل من الباب بالسيروت. وهنا الدرك الملكي قالوا: كيفاش هاد الجثه وهذا اللي حرق الجثه دخلوا لهاد الارض؟ واش نقزوا من الحيط باش يدخلوا؟ رغم ان هاد السور ديال اللي كان داير بهاد الارضيه في العلو ديالو تقريبا متر ونص وفيه الزاج من الفوق، يعني كاينه صعوبه في انهم ينقزوا السور. ولكن بما انهم ما دخلوش من الباب، اذا احتمال كبير يكونوا نقزوا السور. ولكن هذا كيبقى لحد هنا فقط مجرد احتمال وفرضيه طرحها الدرك الملكي. وهنا كان لازم على فريق الدرك الملكي اللي مكلف بالبحث في هذه القضيه انهم ينتظروا تقرير الطبيب الشرعي. وبالفعل تقرير الطبيب الشرعي حدد لهم جنسيه الضحيه وبانه ذكر، وحدد لهم السن ديالو وقال لهم بانه في سن ما بين 20 و 23 سنه، وحدد لهم تاريخ الوفاه ديالو وقال بان الضحيه توفى بسبب النار، ومده الوفاه ديالو كتحدد تقريبا في سنه. اذا تقرير الطبيب الشرعي قدم للدرك الملكي معطيات مهمه بخصوص الضحيه، كيقول بانه ذكر وبان العمر ديالو ما بين 20 و 23 سنه، وبانه توفى بسبب النار، والمده ديال الوفاه ديالو كتحدد في سنه تقريبا. هنا الدرك الملكي غادي يشوفوا جميع مصالح الامن ومصالح الدرك الملكي بمدينه مراكش، غادي يشوفوا السجلات اللي فيهم البحث لفائده العائله، اي انهم غادي يشوفوا شكون اللي جا لعند الدرك الملكي او عند الامن الوطني بمدينه مراكش كيقلب على شي حد اختفى ليه من العائله ديالو طيله هاد السنه هذه. وبالفعل توصل الدرك الملكي لثلاثه ديال الناس اللي حطوا البحث لفائده العائله عند البوليس، كيقلبوا على شي فرد من افراد العائله ديالهم. وبحسب ما ذكر السي عبد الغني متوكل كيقول بانه هاد ثلاثه العائلات اللي كيقلبوا على شي حد ضاع ليهم او اختفى ليهم، كان منهم عائله كتقلب على الاب ديالهم، وكاين عائله كتقلب على واحد الشاب مريض عقليا، ولكن هاد الشاب لقاوه بعد مده قصيره لقاوه. والبحث الثالث ديال واحد العائله كتقلب على ولدهم وكيصرحوا بانه شاب في عمره تقريبا 22 سنه، وبانه تقريبا مده سنه باش صرحوا هما بهذا الاختفاء ديال ولدهم عند البوليس. دونك هنايا غادي إليمينيو هذيك العائله اللي كتقلب على داك الاب ديالهم، لان الطبيب الشرعي كيقول لهم بان الضحيه في العمر ديالو ما بين 20 و 23 سنه. دونك غادي يركزوا على هذا البحث الثالث ديال هذا الشاب اللي في عمره 22 سنه. هنا في اطار التنسيق بين فريق الدرك الملكي اللي مكلف بالبحث في هذه القضيه وبين مصالح الامن الوطني اللي كتواجد عائله هذا المختفي في النفوذ الترابي التابع لهم،
غادي يتم استدعاء هاد العائله اللي كتبحث على ولدهم وسولوهم الدرك الملكي. قالوا لهم نتوما قبل دابا تقريبا سنه جيتو صرحتوا باختفاء ولدكم. قالوا سيدي. قالوا لهم الدرك الملكي لقيتوه ولا مازال؟ كيقولوا سيدي مازال ما لقيناش، وراه ما خلينا فين بحثنا، فين ما كيقول لنا شي حد راني شفتو في شي مدينه كنمشيو لهذيك المدينه كنقلبوا فيها ولكن بدون جدوى ما كنلقاو حتى شي خبر عليه. قالوا لي من الدرك الملكي اودي راه لقينا واحد الجثه ديال واحد الشاب في نفس العمر تقريبا ديال ولدكم، وبانه الوفاه ديال هذا الشاب كتزامن مع تاريخ اختفاء ولدكم، ولكن مع الاسف ما غاديش نقدروا نوريكم الجثه لانها فقط مجرد عظام تعرضت للحرق وبقات فيها غير العظومه كيف كنقولوا. ولكن كاين واحد الجزء من حزام السروال من هذيك الصنطه، كاين واحد الجزء لقيناه في مكان الحادث اللي ما وصلتش ليه العافيه، تقدروا تشوفوه. وبالفعل وروهم الدرك الملكي هذاك حزام السروال داك الطريف اللي ما تحرقش واللي بقات فيه في داك البزيم ديالو كاين واحد الدرابو كيف قلنا ديال رايه امريكا. وهنا شنو غادي يوقع لما وراوهم هذاك الحزام السروال؟ الاب والام والاخ ديال هذا الولد اللي كيبحثوا عليه لما شافوا هذاك البزيم ديال الحزام السروال قالوا هذا ديال الصنطه السروال ديال ولدنا، بدليل ان الاخ ديال هذا المختفي كيقول بانه هو خوه اللي مختفي طبيعه الحال كانوا واحد المره شراو نفس الملابس في واحد المناسبه ديال العرس الاخت ديالهم، وبانه شراو نفس حزام السروال اللي كاينه فيه درابو ديال امريكا. هنا الدرك الملكي قالوا لهاد خو، قالوا ليه جيب لينا عافاك هاد بما انك كتقول بانك شريتي انت وخوك نفس الملابس في المناسبه العرس الاخت ديالكم وشريتو نفس حزام السروال، جيب لينا حزام السروال ديالك. بالفعل جاب لهم حزام السروال ديالو، لقاو بانه كاين تطابق بين هاد الحزام السروال والحزام السروال اللي لقاو في مكان الحادث اللي فيه الدرابو ديال امريكا، والدرابو ديال امريكا كاين في نفس الحزام اللي جاب لهم الولد. هنا قالوا لهم الدرك الملكي شنو كان كيدير هاد ولدكم؟ واش كان كيقرا؟ واش خدام؟ كتقول الام ديالو بانه كان كيقرا ولكن انقطع الدراسه. قالوا الدرك الملكي وعلاش انقطع الدراسه؟ كيقولوا سيدي بان ولدهم تم الطرد ديالو من الاعداديه لما كان كيقرا في الثانيه اعدادي. قالوا لهم وشنو السبب اللي خلى المؤسسه تطرد ولدكم؟ كيقولوا سيدي بصراحه ولدنا كان مريض شويه، يعني من دوك المثليين، وبانه كان كيبغي يلبس لباس البنات، وهذا الشيء كان كيتسبب ليه في مشاكل مع الاساتذه في المؤسسه، وهذا الشيء علاش تم الطرد ديالو. اذا هذا الولد كان من هذوك المثليين. هنا قالوا لهم الدرك الملكي هذا الولد راه لقيناه محروق في واحد الارض بمنطقه المناصره، واش عندكم شي حد من العائله تما في منطقه المناصره؟ كيقولوا سيدي لا، ما عندنا حتى شي حد من العائله تما كيسكن في هذيك المنطقه، ما عندوش شي صحابو كيمشي عندهم تما. لا سيدي ما عندوش، ما عرفناش. غريبه هذه القضيه. عائله الضحيه كيقولوا بان ولدهم ما عندهمش شي عائله اللي يمشي عندهم في هذيك المنطقه اللي لقاوه محروق فيها. دونك السؤال المطروح هنا هو اشنو مشى يدير هذاك الولد تما في هذيك المنطقه، اولا شكون دا هذاك الولد تما؟ وهنا الدرك الملكي غيفترضوا واحد الفرضيه. قالوا بما ان هذا الولد كان مثلي وحنا كنعرفوا هذا النوع ديال الناس منبوذين في المجتمع ديالنا كلشي كيكرههم، قالوا ربما يقدر يكون شي حد من الدرب، وربما كان متشدد، او ربما استدرج الضحيه وانتقم منه وحرقه ربما. وهنا الدرك الملكي رجعوا عند عائله هذا الولد، قالوا لهم واش ولدكم كانوا عنده شي اعداء او كان وقع ليه شي مشكل مع شي حد هنا من الجيران؟ كيقولوا سيدي راه الدرب كامل كان كيكرهه، ولكن الصراحه ما عمرو وقع لينا شي مشكل مع شي حد من الجيران بسبب انه مثلي. قالوا لهم الدرك الملكي واش ولدكم كانوا عنده شي صحابو؟ كيقولوا سيدي عنده صحابو، والمشكله هي ان حتى هاد صحابو كانوا مثليين بمراكش. استدعوهم الدرك الملكي للمركز الترابي وهما كيستنطقوهم، كيقولوا سيدي احنا هاد الشيء اللي عطا الله، وبانهم مثليين جنسيين، وبانهم كيفزدوا مع اي واحد. قالوا لهم الدرك الملكي واش حتى صاحبكم
كان كيمارس مع الرجال كيقولوا سيدي حتى هو. وهنا الدرك الملكي قالوا لهم واش كتعرفوا شي حد كان كيمشي مع صاحبكم؟ واحد من صحاب هاد الضحيه قال الدرك الملكي اودي راه بزاف، راه كاينين بزاف ديال الناس كانوا كيجيو عنده، كان كيمشي معاهم. وهو يجبد التليفون ديالو وراهم واحد الصوره عنده في التليفون ديالو فيها هو والضحيه، مصور هو والضحيه ومعاهم واحد السيد مصورين في واحد المطعم من احد المطاعم الفاخره بمدينه مراكش. وهنا كانت المفاجاه والصدمه في نفس الوقت. الدرك الملكي لما شافوا هذيك الصوره تعرفوا على هذاك السيد اللي مصور معاهم. وشكون هو هذا السيد؟ هذا السيد هو هذاك مول الارض اللي جا كيديكلاري عند الدرك الملكي وكيقول لهم بانه راني كنسكن في الدار البيضاء وعندي واحد الارض هنا في مراكش، شحال ما بقيت جيت ليها، واليوم لما جيت ودخلت لقيت عظام انسان محروقين. هنا الدرك الملكي قالوا لهاد صاحب الضحيه اللي وراهم هذيك الصوره في تليفونه، قالوا لي شكون هاد السيد اللي معاكم؟ قال لي هذا راه واحد من هذوك اللي كان كيمشي معاهم الضحيه. اذا هاد السيد اللي جا كيبلغ وكيقول بانه عنده ارض وبانه كيسكن في الدار البيضاء وبان هاد الارض مده سنه ما بقاش جا ليها، ولما جا ليها لقى فيها جثه محروقه، هو واحد من هذوك الزبناء اللي كيمشيو مع هذوك المثليين الجنسيين، وبانه هو اللي كان كيمشي مع هاد الولد اللي لقاو الجثه ديالو محروقه. هنا الدرك الملكي اتصلوا بهذا السيد مول هذيك الارض وما قالوش ليه بانه ما حاولوش يحسسوه بانه كيقلبوا عليه. قالوا لي عافاك جي عندنا في اقرب وقت ممكن، راه بغينا نعاودوا ندخلوا الارض ديالك، نديروا واحد المسح دقيق لهذاك المكان اللي تحرقات فيه الجثه. قال لهم واخا سيدي مرحبا، انا غادي نجي عندكم في هذه العشيه هذه. وبالفعل جا هذيك العشيه لعند الدرك الملكي بمدينه مراكش. ولما جا وصل لمدينه مراكش دخل المركز الترابي الدرك الملكي، غادي يسولوه اول سؤال. قالوا لي فاش خدام انت؟ قال لهم سيدي انا مدير في واحد المدرسه ابتدائيه. قالوا ليه كتجي هنا مره لمراكش؟ قال لهم كنجي عند العائله، وراه عندي اختي هنا في مراكش كنجي عندها مره. وهنا واحد الدراكي قال ليه واش مني كتجي لمراكش كتمشي تاكل في المطاعم ديال مراكش؟ هذا السؤال لما توجه ليه جاه غريب وتغيرت الملامح ديال وجهه بحسب المسطره، وسكت واحد اللحظه وقال لهم ضروري كنجيب العائله هنايا وكنتغداو او كنتعشاو بعض المرات هنا في شي مطعم من مطاعم مراكش. قالوا لي الدرك الملكي عندك شي صحابك هنا كتغداو ولا كتعشى معاهم في المطعم؟ السيد بقى غير كيشوف، وراوه التصويره ديالو مع هذوك الجوج المثليين. قالوا لي كتعرف هاد الجوج؟ السيد تصدم، قال لي ما سيدي كنعرفهم. قالوا لي هو انت دابا مصور معاهم في المطعم وكتبانوا بانه بيناتكم صحبه كبيره؟ وقال لهم كنعرفهم هاد الجوج دراري راني تنعرفهم. قالوا ليه فين كتعرفهم؟ قال لهم كنجي هنا لمراكش وكنعرفهم. الدرك الملكي مبغاوش يتعمقوا معاه في هذا السؤال. قالوا ليه واش عارف بان هاد الجوج مثليين؟ وقالوا لي دابا شوف هاد الولد اللي جالس حداك في الصوره راه هو الولد اللي لقيناه محروق في الارض ديالك، شنو كتقول في هاد القضيه هادي؟ السيد ما لقى باش يجاوب والادله قويه. ونذكركم متابعينا الكرام انه لما جاو الدرك الملكي اول مره لهذيك الارض كيف قلنا لقاو الباب ما فيهش اثار الكسر، وبان هذيك الارض محاطه بالسور عالي العلو ديالو تقريبا متر ونص، وبانه فوق هذاك السور كاين زاج مهرس، يعني صعيب الانسان ينقز هذاك السور. واجهوا الدرك الملكي بهذه القضيه، قالوا لي حنا بانك لما جيتي ديكلاريتي ومشينا معاك ما لقيناش اثار الكسر، اذا اللي دخل تماك كان عنده الساروت وحل به الباب وانت الوحيد اللي عندك الساروت. هذا السيد تحاصر بالادله وتحط امام امر الواقع واعترف وقال لي ما سيدي انا اللي قتلته وحرقته. وحول تفاصيل ارتكابه لهذه الجريمه كيقول في المحضر ديالو بان هذاك الضحيه المثلي كان عنده به علاقه، وبانه كان كيفسد هو وياه عافانا الله واياكم، وبانه واحد النهار بدا كيهددو وكيقول ليه صيفط لي الفلوس ولا نشوهك وها هما عندي تصاور معاك. قال لهم وانا خوفا من الشوهه كنت كنعطيه داك المبلغ اللي كيطلب مني، ولكن هو بالسل عليا وكل مره كيعاود يهددني كيدير نفس القضيه.
وانا فكرت انني نوضع حد للتهديدات ديالو. واحد النهار عيطت ليه وقلت لي انا راه جاي طالع لمراكش، بغيت نتلاقى معاك في هاد العشيه. وبالفعل تلاقيت معاه ومشينا لواحد المقهى، وبقينا في ديك المقهى تقريبا واحد ساعتين حتى طاح الليل. وهزيته بالسياره ديالي ومشينا لهذيك الارض اللي عندي ودخلنا. وانا قلت ليه انا غادي نرجع في السياره نجيب شي حاجه، ورجعت هزيت مقده وغفلته وضربته بها الراس ديالو، وضربه وحده طاح مات. وهنا رجعت للسياره جبت واحد القنينه ديال ليسونس وخويتها عليه وحرقته. وهنا نبغي نذكر مشاهدينا الكرام بواحد القضيه، هو ان الضربه بالمقدر للراس ديالو غيثبتها الطبيب الشرعي كيف قلنا في التقرير اللي كان قال لهم بان الجمجمه ديال الضحيه تعرضت للكسر بضربه اللي العمق ديالها كيتحدد في 5 سنتيمتر. وتحرر محضر رسمي في حق هذا المجرم بالشاذ الجنسي القاتل، وتقدم للعداله وتحكم بالسجن المؤبد. والى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا الى ختام هذه الجريمه وختام هذه المسطره. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.